نشرت الصحافة البريطانية BBC تقريرا خاصا عن الإنجاز التاريخي للمغرب بعد تتويجه بكأس العالم لأقل من 20 سنة، ليصبح أول بلد عربي يحقق هذا اللقب بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي بهدفين دون رد. التقرير أبرز أن هذا النجاح هو ثمرة رؤية بعيدة المدى أطلقها الملك محمد السادس منذ سنوات، عبر إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب حديثة جعلت من كرة القدم وسيلة للتنمية والتألق الدولي. كما أشار إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يسعى لجعل المملكة قوة كروية عالمية في جميع الفئات، مستندا إلى النجاحات المتتالية من مونديال قطر 2022 إلى هذا التتويج العالمي. واختتم التقرير بالقول إن فرحة الجماهير كانت عارمة في مختلف المدن المغربية، مؤكدا أن المغاربة يعشقون كرة القدم، وهذا اللقب العالمي يعني لهم الكثير.